السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله في مطبخ علياء غنحضروا هاد المملحه الرمضانيه كتحضر بسرعه البرق. غنحضروها بواحد الحشوه لذيذه جدا، واحد العجين مورق بنين بزاف، وغنحضروها بواحد الشكل جميل كيتحضر في دقائق معدوده. كنتمنى فعلا انكم تشاهدوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا طريقه تحضير هاد المملحه الرائعه. ويلا معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وعلى بركة الله كنبداو الطريقه. غنبداو بالحشوه ديالنا اللي فيها بصله كبيره شوحتها كما كتشوفوا. عندي هنايا الفلفل الاخضر والاحمر ايضا شوحتهم او قليتهم قليلا. عندي المعدنوس، عندي التونه او الطون، طبعا كميه حسب افراد العائله. غديروا الزيتون مقطع دوائر. هذه الحشوه ديالنا سهله جدا. غتزيدوا لها التوابل اللي هي القليل من البزار او الفلفل الاسود، القليل من الثوم بودره، والقليل من الفلفل الاحمر. كتشوحوهم قليلا فوق النار حتى يتخلطوا هاد المكونات واحد الدقيقه. طبعا ما كيحتاجوش انهم يطيبوا بزاف لان عندنا كل شيء طيب. وبعد ذلك البنات غتاخذوا العجينه المورقه اللي كنت شاركتها معكم. غنخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. هنا البنات عندي العجينه المورقه، غادي نسرحها بواحد الحلاله او واحد المدلك يدوي، وغادي نرقق العجينه جيدا. من بعد راه غادي تنفخ معنا ملي غادي تكون كطيب. غادي ترققوها تقريبا واحد 2 مليمتر تقريبا. وملي تسرحوها طبعا شكلوها على شكل مربع كبير. هنا كما كتشوفوا البنات غادي ناخذ واحد القطعه وغادي طبعا غادي نعدلها من الجوانب باش تجيني مسرحه، وغادي نبدا نقطعها او نشكلها على شكل مربعات. اول شيء كنشكلها على شكل مستطيلات. طبعا كنقطعها على حساب عيني ميزاني على شكل مستطيلات بهذا الشكل، ومن بعد غنقطعها على شكل مربعات بنفس الحجم والقياس. طبعا ديروا عينكم ميزانكم حتى تشكلوا واحد المربعات على هذا الشكل. بالنسبه لطريقه تشكيل البنات كديروا واحد ال على شكل ال، خط لاصق في خط على هذا الشكل. كتخليو واحد المساحه ديال سنتيمتر وكديروا ال مقابل لهذاك ال اللي درتو في الاول. كتاخذوا القطعه الاولى كتلصقوها بهذا الشكل فوق هذاك المربع، وكتاخذوا القطعه الثانيه وكتعاودوا تلصقوها على المربع او المعين بهذا الشكل، وكدهنوها بصفار البيض باش تتحمر معكم. هذه هي الطريقه البنات ديال هاد المملحه، راها سهله جدا. غنعاود نشكلها معكم. في الوسط طبعا كدهنوها بشويه د لاموطارد، هذه راه نسيت ما دهنتهاش بلاموطارد، وكديروا فوق منها الحشوه ديالكم بهذا الشكل. غادي نعاود نشكل معكم واحد القطعه اخرى. كديروا واحد الخط ولاصق فيه واحد الخط، طبعا كتشكلوا على شكل ال، وكديروا ال مقابل ليه وما كتلصقوهمش، كتخليو سنتيمتر. وكتاخذوا القطعه الاولى كتحطوها فوق المربع، والقطعه الثانيه ايضا فوق طبعا هذيك الزاويه ديال المربع الثاني، وكدهنوها بلا موطارد ديالكم، وكديروا الحشوه ديالكم. بالنسبه للحشوه البنات فانتم كديروا اي حشو متوفر عندكم. الا بغيتوا ديروا الحشو ديال لادند ولا ديال فيونداشي، ولا طبعا الحشو كيبقى اختياري. انا درت الحشو ديال التونه او الطون لانه متوفر عند الجميع. هذه الطريقه البنات. وبعد ذلك طبعا كتزينوها بواحد الحبه ديال الزيتون على هذا الشكل، وكديروها في الصينيه ديال الفرن ديالكم، وكتزينوها بالقليل من الجبن ايضا. هذه الطريقه البنات غنخليكم تشوفوا الطريقه، راها سهله جدا.
وهنا بعد ما شكل جميع القطع ديال المملحه ديالي كما كتشوفوا اخواتي، غادي نديروهم يطيبوا. بعد ما زيناهم بالزيتون الاسود والقليل من الفرماج او الجبن، غنديروهم في الفرن يطيبوا معنا بدرجه حراره 180 درجه تقريبا. خداو معايا انا في الاول درتهم طابوا لي 18 دقيقه، لقيتهم مازال ما طابوش جيدا، زدت لهم 10 دقائق، يعني بالمجموع خداو معايا 30 دقيقه، واحد نص ساعه. طبعا نطيبوهم بدرجه حراره 180 درجه كما قلت لكم. كتحصلوا عليهم بهذا الشكل، حشوه لذيذه جدا، وواحد العجينه مقرمشه، عجينه مورقه لذيذه ايضا. كنتمنى فعلا انكم تجربوهم في هذا رمضان، ولا علاش لا في الايام العاديه. كان هذا هو الفيديو لنهار اليوم اخواتي، كنتمنى فعلا انه يكون نال الاعجاب ديالكم، وانكم تطبقوا هذه المملحه اللذيذه والرائعه، وشاركوها علاش لا مع الاصدقاء ديالكم او العائله ديالكم باش تعم الفائده. وإلا كانت اول مره كتزوروا فيها قناتي كنقول لكم مرحبا بكم، واشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الفيديوهات. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم في حلقة قادمة ان شاء الله مع وصفة جديدة.